في يوم من الأيام كنت أعطي درس في مسجد هنيدي، وأثناء الدرس سمعت صوت في نهاية المسجد، فما التفتش للصوت، ناس داخلة تتوضى وتصلي، خلاص ما شغلتش بالي. فأثناء الدرس كل شوية الصوت عمال الصوت عمال يعلى، الصوت عمال يعلى، فخطر في بالي إن أنا أنهي الدرس علشان المشكلة دي ما تكبرش، وبعدين أروح أشوف إيه المشكلة دي. وسبحان الله بعد ما انهيت الدرس ورحت أشوف إيه اللي حاصل، اكتشفت إن في 2 من ألمانيا ومعاهم المترجم بتاعهم، هم كانوا في زيارة شغل وكده يعني، وبعدين لما عرفوا إن ده مسجد قالوا إحنا نريد أن ندخل أن نرى المسجد يعني. فاتكلمت معاهم، فالراجل المترجم ده فبيقول لي ممكن تكلمهم شويه عن الاسلام او كده يعني. قلت له والله انا لا احسن التكلم باللغه الانجليزيه، هم بيتكلموا بيتكلموا انجليزي مكسر، والمترجم ده بيترجم لهم الكلام الى المانيا. قال لي اكلمهم وانا هترجم لك. قلت لهم هل سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاثنين كان واحد سنه تقريبا 52 او 53، واحد سنه حوالي 48 او 49. سبحان الله تفاجأت ان الرجل اللي هو عنده 48 او 49 سنه لم يسمع بالنبي قط. فانا استغربت، انا فكرته بيكذب بصراحه يعني. فقلت له هو صادق؟ قال فعلا هو ما بيكذبش وما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قط. فسألت الثاني قال يعني سمعت من بعيد ان في رسول اسمه محمد خاص بالمسلمين. فسبحان الله انا اول شيء خطر في بالي ازاي الناس دي ما سمعتش بالنبي صلى الله عليه وسلم مع مواقع التواصل، وان العالم اصبح كقريه صغيره بسبب مواقع التواصل. فعرفت فعلا ان احنا عندنا تقصير في البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل اللي هو المترجم بتاعهم برضه عنده تقصير يعني. تخيل واحد شغال معاهم سبحان الملك عمره ما كلمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمره ما كلمهم عن الدين، ومسلم. ازاي انت النهارده مع توفر مواقع التواصل الاجتماعي لا تدعو الناس الى الايمان بالله سبحانه وتعالى والايمان برسوله صلى الله عليه وسلم؟ انت ممكن بسهوله تدخل للمواقع الاجنبيه للصفحات الاجنبيه وتدعو الناس. والنهارده بفضل الله برامج الترجمه اصبحت ميسره جدا، انت ممكن تترجم اي خطاب او اي نص انت عاوزه تترجمه الى اي لغه شئت. سبحان الله من الاشياء العجيبه، هو سال عن الشخص اللي بيدي الدرس اللي هو انا يعني، فقالوا هذا المعلم يعطي الناس الدرس، المترجم بيترجم له. وبعدين قال انا شايف ان في وجوه الناس البشر والسعاده، ليه؟ فبيسالني انا، فقلت له ان احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا باوامر، من هذه الاوامر الصلوات الخمس، والحمد لله احنا لسه منتهيين من صلاه العشاء، والصلاه يعني تشرح الصدر، والانسان اذا صلى يشعر بارتياح وسعاده، ولا شك ان هذا ينعكس على وجهه. الانسان فعلا لما يحافظ على الصلوات الخمس تحس انه مرتاح كده يعني، تحس ان هو لو مات ما عندوش مشاكل من كتر من كتر الراحه التي يشعر بها. قلت له ان هذا من اثر الطاعه، من اثر طاعه الله سبحانه وتعالى. وبعدين حصل شيء اعجب، واحنا طالعين من المسجد طلعنا، وبعدين واحد منهم لما طلع دخل تاني المسجد قال انا في المسجد حاسس بامان، والله حاسس بسكينه يعني. بعد ما طلع دخل تاني قال انا في المسجد حاسس بامان وحاسس بسكينه. لكن الشاهد من الكلام ان دي ناس عايشه معانا في العصر الحديث مع توفر مواقع التواصل، ومع ذلك لم يسمع احدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله شيء عجيب.